مبدئيا كده جمهور الكورة ما ينفعش تعاديه، لان انت مفكر ان انت لما تعادي الجمهور ايا كان الفريق اللي احنا بنتكلم عنه، ايا كان الجمهور اللي احنا بنتكلم عنه، ويا حبذا بقى ان الجمهور اللي بنتكلم عنه دوت يكون هو جمهور النادي الاهلي، يبقى انت كده هتكسب. عمرك ما هتكسب طول ما انت معادل الجمهور. ما تنساش ان الجمهور هو اللي بيعمل اي فريق. الجمهور قادر ان هو يطلع اي لاعب سامع وقادر ان هو يخسف الارض باي لاعب. ليه؟ لان عنصر الجمهور هو اللي بيحرك الفريق، الجمهور هو اللي الدافع الاول للفريق. مش ان انت بتنافس على بطوله، مش ان انت هتلعب نهائي، مش ان انت لو كسبت هتاخد 3 بونت، مش كل الكلام ده امر مفروغ منه. كل الكلام ده اكل عيشك. انت بتلعب علشان تعمل كل الكلام دوت، او انت بتمارس اللعبه او بتمارس الشغل عموما بتاعك علشان خاطر المكافآت او علشان خاطر المرتب اللي انت بتاخده. لكن ان يبقى في وراك جمهور بيساندك، جمهور بيدافع عنك، جمهور بياخد هو اكتر الصدمات عشان يخليك انت ما تبقاش تحت ضغط، الا اذا تبقى تحت ضغط جماهيري، جماهيرك هي اللي بتحطك تحت ضغط عشان عايزه تطلع منك اكتر حاجه. فانت دي حاجه بتبقى بسطاك، دي المفروض حاجه انت تقدر الناس اللي سايبه شغلها، الناس اللي سايبه اكل عيشها، الناس اللي سايبه بيوتها وجايين يلفوا وراك في عز البرد علشان يحيوك، علشان انت بتطلع بكل بساطه تطلع تقول لا مش هحييهم. يا كهربا انت كنت يعني ايام بيتسو موسيماني لو تفتكر، الله يمسيه بالخير، الراجل ده كان فعلا عارف انت بتعمل ايه. الراجل ده فعلا كان عارف نواياك، الراجل ده كان فعلا عارف دماغك بتفكر ازاي. ان انت تيجي بعد كل الدعم اللي انت خدته من جمهور النادي الاهلي تقول لا مش هحيي الجمهور. جمهور النادي الاهلي ياما وقف جنبك، ياما وقف في ظهرك، ياما الحملات اللي كانت بتطلع ضد جمهور النادي الاهلي هو اللي كان بيشيلك منها، كان بيشيل عنك الضغط ده كله، وكان هو اللي بيطلع ياخد الصدمات في وشه عشان يدافع عن لاعب عنده في الفريق. عشان انت قلت انا بتمنى ان انا اكون لاعب في النادي الاهلي، ومين ما يحبش يلعب في النادي الاهلي، وانا ابن النادي الاهلي وي 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 الخ كلام كتير قوي انت طلعت قلته، بناء عليه الجماهير اتحركت علشان تبدا ان هي تدافع عنك. الجماهير ساندتك ايام الغرامه بتاعتك، ساندتك ايام الايقاف، ساندتك في كل وقت كنت فيه بتقع. جمهور النادي الاهلي كان هو بيبقى المحفز الوحيد، مش هقول لك الاول، لا الوحيد والاول ليك. تمام؟ علشان انت تطلع النهارده بعد المباراه بكل يعني سخريه، انت بتتريق على الجمهور ده. محمد الشناوي اللي تروق النهارده من الجمهور حرفيا بعد المباراه واثناء المباراه وقبل المباراه يطلع ويقول احنا لازم نروح نحيي الجماهير وهو كابتن الفريق. عشان انت يلا يا شناوي، يلا يا لعيبه على اوضه اللبس، ويطلع كابتن محمد رمضان. انا مش عارف كابتن محمد رمضان، انت المفروض يعني تضغط على اللعيبه ان هم يصالحوا الجمهور، تضغط على اللعيبه ان هم يهتموا شويه بالجمهور، يهتموا شويه بالناس اللي بيجوا من كل مكان علشان خاطر يتفرجوا على 90 دقيقه. ممكن تفرحهم وممكن يعني تروحهم بيتهم بعد كده زعلانين زعل قاسي جدا، زي ما حصل في المباراه اللي فاتت بتاعت باتشوكا، عشان استاذ محمود عبد المنعم كهربوفيتش يطلع ويضيع الحلم اللي احنا كنا يعني بنستناه، علشان يطلع النهارده يشمت كل، يعني مش هقول اعداء عشان كلمه اعداء دي كبيره جدا بصراحه، ولكن اللي مش بيحبوا ان هم يشوفوا جمهور الاهلي والنادي الاهلي فرحان يشمتهم في النادي الاهلي. النهارده محمود عبد المنعم كهربا وكابتن محمد رمضان عملوا حاجه غريبه جدا جدا جدا. انا مش عارف انتوا ازاي اصلا جالكم دماغ ان انتوا تعملوا كده. على الجانب الاخر لما تلاقي لاعب زي محمد مجدي قفشه يقول لكهربا ما ينفعش الجمهور يكون بينده عليا وما اروحلوش، والاستاذ كهربا يقول له لا هنخش اوضه اللبس، لا مش هنحيي، انت كان كابتن محمد رمضان بكل يعني عقلانيه موقف صغير قد كده تقف في دايره السنتر اللي انت كنت واقف فيها، ترفع ايدك للجمهور بس، تخلي اللعيبه ترفع ايديها للجمهور بس. ده كان يعني امتصاص غضب كبير جدا من الجماهير، ولكن انت عملت العكس. يعني انا مش عارف انت اصلا هتفضل في النادي تاني ولا مش هتفضل في النادي تاني، عشان كان في كلام اصلا ان كابتن محمود الخطيب نفسه مش عايزك. وانا متاكد مليون في الميه ان واحد زي كابتن محمود الخطيب كان لاعب كره قدم قبل ما يبقى رئيس نادي، تمام؟ عارف يعني ايه الجمهور، وعارف يعني ايه ان الجمهور يقلب على حد، وعارف يعني ايه ان ابناء النادي او ابناء الفريق او اللعيبه اللي في الفريق
يقلبوا او يفكروا ان هم يزعلوا الجمهور، عواقب ده هيكون ايه. فانا متهيالي ان كابتن محمود الخطيب يعني عاجلا ام اجلا او في الوقت القريب اللي جاي يعني باذن الله هيقيل كابتن محمد رمضان، هيمشيه خالص، لا مدير رياضي ولا مدير كوره ولا اي حاجه، ولا هيخليه في منصبه اصلا. انا متاكد من حاجه زي كده. ليه؟ لان ده المفروض يكون موجود في النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي رقم واحد عنده المفروض جمهوره، لان جمهوره هو اللي صنع النادي الاهلي، جمهوره هو اللي صنع اللعيبه دي كلها، جمهوره هو اللي صنع تاريخ النادي الاهلي. من غير جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي هيبقى زيه زي يعني فرقه اللي احنا بنقول عليها فرق الشركات، ما فيهم يعني، حتى ما فيش حتى الناس اللي شغاله في الشركه تشجعه ابدا. والنادي الاهلي نادي كبير بجماهيره، وبعد كده القابه، وبعد كده اللعيبه دي هتمشي، الجمهور اللي فاضي. محمود عبد المنعم كهربا ممكن بكره الصبح يمشي، محمد رمضان يمشي، الشناوي يمشي، الخطيب نفسه يمشي، جمهور النادي الاهلي اللي بيحضروا في الاستاد واللي بيتفرجوا على القهاوي واللي بيتفرجوا في بيوتهم واللي بيشجعوا واللي بيعيطوا بحرقه علشان خاطر النادي الاهلي خسر بطوله او خسر ماتش او الكلام ده كله، واللي بيزعل واللي بيتضايق واللي بيفرح بجد واللي هم دول اللي باقيين للنادي الاهلي. كلمتين ابرك من 10، ما تعاديش الجمهور، محدش يفكر يعادي جمهور النادي الاهلي، وفي التوتال كله اصلا محدش يفكر يعادي جمهور ناديه، لان الجمهور لو قلب على لاعب هيبطلوا كوره. سلام عليكم.